يوم 3 مارس سنة 1970 وصلت معلومات بوجود الحفار في أبيجيان، وفي يوم 4 مارس تحرك القائد محمد نسيم لأبيجيان لاستطلاع المكان، وفي يوم 5 وصلت معلومات للمخابرات العامة المصرية إن الحفار مش هيقعد كتير في ميناء أبيجيان، فبالتالي أي مجموعة هتوصل هيتم تنفيذ من خلالها العملية، لأن زي ما قلت لك العملية متقسمة لمجموعتين، مجموعة هتيجي طيران من خلال أوروبا ومجموعة تانية هتيجي من خلال دول إفريقيا، فقال لك المجموعة اللي هتوصل الأول هيتم التنفيذ من خلالها. وفي يوم 6 اتحركت مجموعة عن طريق مطار باريس وبعدها المطار جنيف، ومن جنيف لأبيجيان. وفي ملحوظة عزيزي المشاهد، المجموعة اللي اتحركت من المطارين دول أو 3 مطارات معاهم شنط تحمل متفجرات. تقول لي ازاي عدوا من المطارات دي من غير ما يتقبض عليهم أو يتمسكوا؟ ما تعرفش. عزيزي المشاهد، انت لو جاي من المطار ومعاك بوم بعيد أو صواريخ ممكن يتقبض عليك في المطار، تتكشف في ثواني. دول كان معاهم متفجرات لتفجير حفار بحجم مدينة عائمة، ولكن المخابرات